السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله نعمل النهاردة فكرة من الأفكار اللي احنا بنعملها الجديدة، واختراع كده الفطار لذيذ وينفع كمان لغدا حلو قوي. بيض بالبشاميل. يا رب تكونوا سمعتوا بيه قبل كده أو عارفينه، يعني ينفع الفطار، ينفع لغدا، ينفع لجوع بالليل، ينفع لأي وقت. المهم الفكرة جديدة وحلوة قوي قوي، وكمان حاساها موفرة، مش ما فيهاش تعقيد كتير يعني. يا رب الفكرة تعجبكم ان شاء الله. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. يلا نجيب الطاسة بتاعتنا المتواضعة، نحط فيها معلقة سمنة ومعلقتين زيت. ودايما وانت بتعملي بشاميل خدي الفكرة التركة دي، تعملي فص ثوم الاول تشوحيه، بيدي نكهة حلوة قوي للبشاميل. اي بشاميل بتعملي لاي حاجة، مكرونة، النجريسكو، لاي حاجة يعني، او البشاميل عامة يعني. فص ثوم واحد هشوحه كده لحد ما ياخد لون في قلب الزبدة اللي عندي او السمنة او الزيت او اي المادة الدهنية اللي تحطيها. وهنزل بدقيق، الكمية الدقيق اللي هعملها على حسب كمية البشاميل اللي هتعمليها وعلى حسب أفراد أسرتك والحاجة الكمية اللي انت عاوز تعمليها. أنا النهاردة عملت 5 بيضات وعملت معلقتين دقيق بالظبط، معلقتين دقيق مع معلقة الزبدة ومعلقتين الزيت، كده بشاميل مظبوط جدا. هسيب بقى الدقيق بس يعني يطلع ريحة كده، الريحة بتاعته في قلب أو ياخد لون يعني يتشوح. مش هقلبه بس بسرعة كده واحط عايزاه يتشوح كأني بحمره يعني. لما بيتشوح مع فص الثوم وبياخد لون كأني بحمره، بيبقى البشاميل تحفة، طعمه تحفة وريحته كمان هايلة. هنزل بكوباية لبن وكوباية شوربة عادية، مرقة يعني. مفيش شوربة عادي حطي مية، ولو متاح عندك مكعب مرقة كمان حطي، مفيش خلاص عادي حطي كله لبن أو كله أو مية ولبن المتاح عندك، ما توقفيش أبدا على حاجة. هقلبهم كويس لحد ما الدقيق يندمج مع السوائل. انا كده بعد ما خلص حسيته تقيل، احنا عايزين البشاميل للبيض يبقى خفيف سائل خالص كده، فانا حبيت اخففه شويه بشويه ميه اهو لحد شايفين القوام بتاعه سائل شويه. هحط بقى شويه فلفل اسود، وانا حسيت ان هو وظبطت الملح انا خلاص. واعملي طبعا اعتبار لكوبايه الشوربه اللي حطيتيها يعني عشان ميبقاش حادق معاكي. وانا عندي اهو 5 بيضات، هربهم كويس جدا في طبق، وهنزل عليهم فوق البشاميل وهقلب كده تقلبتين. عايز تعمليه بحاله كده عيون يعني تكسريه حطيه، بس انا مش بحبذه، عملته برضو يعني، بس ما حبستوش، ما حبيتهوش، حبيت اللي هو المربوب اكتر ده. هغطي عليه لحد ما البيض يعني يدخل في البشاميل كده ويستوي شويه. هنزل بشويه جبنه، لازم يتدلع، لازم البيض بالبشاميل يتدلع، فنحط شويه جبنه. على فكره حلو جدا جنب غدا، شويه بتنجان، شويه بطاطس، شويه مخلل، يبقى غدا جميل جدا وتحفه كمان. انا موطيه النار، بقول لك موطيه النار في المرحله دي عشان ما يتعملش مني. وهنا مروان حبيبي يعني ايه اصر ان هو يحمص لنا عيش. دي ايد مروان يا جماعه مش ايدي، بيحمص عيش يعني. اهو كان خلص خلاص، هنرش شويه اوريجانو على الوش وكده جاهز للاكل وبالف هنا. لو عجبتكم الفكره اعملوا لنا لايك وشير، عايزين الصفحه تكبر بيكم، وان شاء الله تعجبكم الوصفه، وان شاء الله نشوفكم في وصفه جديده واختراع جديد وتكون وصفاتنا تعجبكم. السلام عليكم.